تخيلوا معايا يا حلوين وانتوا ماشيين مبسوطين مع بابا وماما، وفجأة في ثانية واحدة بس تختفوا منهم. ده بالظبط اللي حصل مع بنوتة كيوت اسمها سلمى. تعالوا نشوف حصل ايه. وكان يا مكان في يوم جميل والشمس منورة، وسلمى كانت ماسكة ايد ماما وبابا وهي فرحانة وداخلة حديقة الحيوان، وقالت أنا عايزة أشوف كل الحيوانات. ضحك بابا وقال بس تمسكي إيدنا كويس يا سلمى. هزت راسها وقالت حاضر يا بابا. في الأول راحت تشوف القرد وكانت بتضحك وهو بيقلدها، وبعدين شافت الزرافة وبعدها الأسد، كانت مبسوطة قوي. وفجأة شافت حاجة غريبة، فراشة زرقاء جميلة جدا بتطير بهدوء وكأنها بتنادي عليها. سلمى قالت واو، استني، ومشيت وراها خطوة ورا خطوة لحد ما بقت شوية شوية تبعد لحد ما الفراشة اختفت. سلمى بصت حواليها وتنادي بابا، ماما، مفيش حد. الناس حواليها كتير والأصوات عالية وكل حاجة بقت غريبة. قلبها بدأ يدق بسرعة وكانت هتعيط، بس فجأة افتكرت كلام ماما اللي قالت لها لو تهتي يا سلمى ما تجريش، اقفي مكانك واطلبي المساعدة. خدت نفس عميق وقالت لنفسها أنا شجاعة مش هخاف، وقعدت على كرسي جنبها وهي ماسكة لعبتها الصغيرة. وفجأة سمعت صوت خفيف قوي بيقول، بصت لقت قطة صغيرة محبوسة ورا السور، شكلها خايفة زيها بالظبط. سلمى قربت وقالت ما تخافيش أنا هساعدك، رغم إنها كانت خايفة بس قررت تساعدها. شافت راجل لابس زي الحديقة، قالت يا عمو حضرتك الحارس بتاع الحديقة؟ قال لها أيوة. القطة محبوسة، ممكن تساعدني عشان نطلعها؟ الراجل ابتسم وقال لها شاطرة يا حبيبتي، وفتح للقطة وطلعت تجري وهي مبسوطة. وبعدين سألها قال لها هو انتي لوحدك؟ سلمى قالت له أنا تايهة بس مستنية هنا علشان ماما وبابا يلاقوني. الراجل قال لها فعلا تصرف ممتاز، وراح واخدها وراح للمكتب بتاع الأمن. وبعد شوية بصوت الميكروفون قال الطفلة سلمى موجودة في مكتب الأمن. فجأة بابا وماما جريوا بسرعة حضنوها جامد، وسلمى بدأت تضحك وتعيط في نفس الوقت. ماما قالت كنتي شجاعة جدا. بابا قال لها بس لازم تمسكي ايدنا دايما. سلمى ابتسمت وقالت وأنا كمان اتعلمت درس مهم، والعبرة من القصة لما نتوه نهدى ومنخافش وما نمشيش لوحدنا بعيد عن أهلنا، ونطلب المساعدة من الكبار المسؤولين. الشجاعة مش إننا منخافش، الشجاعة إننا نتصرف صح. وفي النهاية ومن يومها سلمى بقت دايما تمسك إيد ماما وبابا كويس، وإحنا كمان يا حلوين نعمل زيها. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني مع حدوتة جديدة.